ذاك سألت عليه وطلع كلش غالي. هم زين ما جبته، هسه عبرت الشغلة وما احتاجينه. صدق ليش ما تروحين بنفسك تختارين واحد جديد؟ شوف هسه ما اريد باكر عقبة تخبصني بيه، وانت جبتيه وانت اللي اشتريتيه. يابا اريد تجيب لي ماكينة لحيم ويا غراض ما لا تحداد. لحظة، شو تسوي بيهن انت؟ انا كلش احب هذا المجال، واذا توفرت عند الاغراض كاملة راح اسوي العجب، غير يستقر بالوسخ. هسه ما اريد منك شي، بس اريد تصير مثل الانسان الطبيعي. ادري ليش هيك تحطم واسي، قلت لك هاي شغلة احبها. جيب له انت وشوفه، يجوز صدق هالمرة وعنده شغف بهالشغلة. خلوني افكر، لان هاي شغلات تكلف، واكيد هم يسوي غرفة حتى يشتغل بيها. لك عاش ابوي. شنو ذكرك بيه؟ شلون جيت؟ والله تبقين ببالي، بس تعرفين الحياة مشاغلها. المهم انت شلون وضعك؟ الحمد لله عايشة ما متت. زين اهلك شلونهم؟ وابنك خاشي شلونه؟ ابني بطران والله. ليش شبيه؟ امس جاني يريد ماكينة لحيم وملحقات، يريد يقضي وقت بيهن وهم يخترع اختراعات. ايه والله خوش فكرة، هيك ينمو عقله ويطلع الموهبة اللي بداخله. زين انت جبت لذني؟ لا والله متردد منه، بس اتورط بيهن ومنه اخاف ما اجيب واكسر خاطره. لا ما عليك، جيب له وانا راح اساعدك بالسعر مالتهن، نعطيك النص. اذا هيك كلامك خلاص باكر اجيب له كل شي كامل. عافية قواطع، هو انت ما عندك بس هذا الولد، وفر له كل شي. خاشي تعال شوف. شنو يابا؟ لك تعال هسه وشوف ايش جايب لك. خاف تريد تقتلني. والله انت مو مع النعمة، تعال هسه. ترى لك انا لو بحلم لو حقيقة هاي. لا حقيقة، هو انا ما عندي ولد، بس انت. ما اعرف شلون اشكرك ابوي العزيز. هسه انا سويت اللي علي وجبت لك ذني، اريد تسوي اللي عليك وتبهرني باختراعاتك. صدق كذب؟ الا خلي اختراعاتي تغرق نص المنطقة. راح اخلي لك تشينكو حتى يحميك من الشمس تشتغل جواه. هذن الأغراض القديمة زوجة راضي قالت تاخذوهن. ايه وجبتوا له هم متعجزين تجيبوهن. والله هذا ابنك ايش قد حاكيته ما قبل يروح. هذا ما يدري بروح مقضيها هناك يشتغل بالحديد. توردنا وجبنا على ذني، ما كنت اعرف هيك حتى البيت ما يدخله. انت اول وحده ورطتيني وقلتي لي اشتري له، بس هم يصير ينزعله، وبعدين يجوز يصير براسه خير، على الاقل يتعلم شغله عمله، نشوف تاليته وين يوصل. يلا صبي غدي. مو توك تغديت؟ او نسيت، لا تصبي شاي حتى اشرب وانام. قاطع صاير حداد واحنا ما ندري. عندي باب اريدك تلحمه اذا ما تصير زحمه. لا يا معودين، هذا جبت اللي ابني خاشي يقول انا اريد اخترع وما اعرف ايش، وانت مصدق ابنك راح يخترع؟ هو ما بقى شيء ما اخترعه الصين، يعني شنو راح يجيب شيء جديد مثلا؟ والله انا مو مقتنع، بس هو لح هواي وقلت ما اريد اكسر خاطره، خله اجيب له ونشوف تاليه. لو اشتغل بيها يلحم اغراض الناس بفلوس، مو احسن من هاي السوالف والاختراعات المؤكد فشلها. هو من نجا الدنيا ما بيه حظ ولا فايده، وتريد هسه يسوي اختراعاته؟ عفوا الموضوع، خل واحد يجيب لنا شاي. بس انت عندك فلوس. قاطع قاطع. لك خاشي وشلون هسوي وياك؟ ليش يا بشكو؟ هاي سوالفك التعبانة بطلها. ليش من امك تريد منك شغلة تسوي وتسوي نفسك مشغول هنا؟ يابا والله هسه سويت مشروع ويريد مني تفكير وشغل هواي حتى ينجح. وشنو هذا مشروع بالله؟ لا خليه مفاجأة، بس يكمل تشوفوه. تحكيش لان ما عندك شي، ولا مشروع ولا اصخام. انتو بس اصبروا علي وشوفوا الانجاز التاريخي. اللي سمعك يقول راح تخترع نووي، يخس النووي ولا يعتبر شي قدام اختراع الجاي. هي بهي والله نتحملك كم يوم بعدها، الا ابتلي بيك اذا طلعت فارغ وما عندك فكرة. خوش نتواجه وقتها، والا خليك تفرح بيا وتروح بين الناس تفتخر بابنك. والله ما اعرف اروح للقهوة، ما اعرف ابقى هنا. خوش جو هسه وقاعدين هنا مرتاحين ابقى. هذا المخترع بعده بالسرداب ماله. منو قصدك خاشي؟ ايه بعده ما اعرف شنو يسوي. لك يابا تعال بسرعة. هاش بيك؟ طق عليك اختراعك؟ لا كملته، قوم شوفه. خير يا الله. هذا هو اختراعك؟ حديدة وقاعد بيها؟ ايه دوس ذاك الزر. ايه دسته، وبعد دوس هاي اللي جوا رجلك. ايه دسته. لك هاي شنو؟ هاي تمشي والله. لك عاش ابن المخترع. ابن المخترع قوم شوف امك تصيحك. ايش رايده مني؟ تريدك تروح للسوق بسيارتك. اوف هسه يجوز تخلص بنزين وتطفى بالطريق. انت مخترع والمفروض تلقى حل لهذا المشكلة. هسه انا اروح وبس ارجع اسوي له نظام بديل للبنزين تشتغل على الهواء. بلكت يا رب وتسوي طفرة صناعية ويشتهر بيت هالقاطع بزودك. خلنا نروح هسه. وقف ابو اللقزز. خير شنو رايدين مني؟ هاي شبيك صاير ما تتحاكى مخترعنا الفاشل؟ هي هاي اللي صارلك سنة مختفي على مودها.
هذا أول اختراع لي وبس أطور نفسي أرفع اسم المنطقة وتفتخرون بيه. يا معود أنا من الصين العظيمة، أما الاختراعات والصناعات وما حسيت بفخر. ما أصدق هم باكر أبحث بالجوجل وألقى القشمر من ضمن أهم 10 مخترعين بالعالم. شي يضحك مو صيني؟ قول الحمد لله العالم ما جاي يشوفون هذا اختراعات ولا شبحوا وضحك علينا. إذا ما بيدكم شي ترفعون معنوياتي وتشجعوني لا تتنمرون. زعل هنري فورد. امشي الصيني. شبيك شون طنقر؟ ما بين شي، مبين بيك شي منهم ضوجك زهرة لو منو. هذول جماعتك إذا شفتهم بعد إلا أرميهم بالحجارة. هدي منهم هم وليش وشنو سوالك حتى تزعل منهم؟ راضي والصين يتنمرون علي وعلى سيارتي، يجوز يشاقوك، هم قلوبهم طيبة. لا والله حكي كلش لحة وكسروا قلبي من قد ما تنمروا وسمونا المخترع الفاشل، ولا قالوا كلمة حلوة وشجعوني. ما عليك، كان احكي وياهم ارزلهم واخليهم يدعمونك ويشجعونك. انا اذا شفتهم ادعمهم بسيارتي. حكينا وقلنا لا ضوج، هذول اثنين علي انا اتصرف وياهم. هاي هالمرة لخاطرك راح اعبرها. الله يساعدك وليد المخترع. هم انت تستهزئين بيه؟ هو مو كل واحد يحصل لقب المخترع وانت اخذته بجدارة. لا والله هسه كلها تسمينا المخترع بس حتى يستهزئون بيه ويقللون من قيمتي. ما عليك بيهم، ذولا ناس مضغوطة ما يقدرون يشدون برغي واحد ويغارون من اختراعك. هسه انت جايب شغلة لو بس حتى تلهيني عن شغلي. جاي اشوف سيارتك اذا جاهزة وشغالة، هديتك تروح تجيب كم شغلة من السوق. هاي السالفة اللي متى خلاص. هاش قلت هسه تروح لو لا؟ هي هسه بس اريد اخلي فراغ بيها حتى اشد لها نظام تبريد بعدين. بس استعجل لا تتأخر علي. هسه بس اغسل. ما يحتاج تغسل، هو من تصعد بيها راح تنترس ملابسك نفط ووسخ. هذه رسالة مشفرة حتى تقللين من قيمة اختراعي. يلا بس روح بسرعة. شنو هذا التطور فوق هالنوب ما يسلم؟ بعدني ما وصلتكم حتى أسلم، وثاني شغلة أدري راح تتنمرون علي بس الإنسان الناجح ما يهتم. ابلع جاسم، هذا حكي قوي. وانت من شو قد صاير ناجح؟ أكبر إنجاز عندك راسك دائري. هسه شنو رايدين مني بالضبط؟ رايدين تبطل هاي السوالف، وإذا هالقد تحب السيارات روح اشتري، مو صاعد خزان شبعان نفط. أنا عندي طموح أطورها أكثر وأكثر. كل هذا التعب لو راح تتعب بغير شغلة وتجمع فلوس تشتري أحسن سيارة. عوف الأخ جاي يحس نفسه مخترع واكتشف شي جديد وهو ما يعرف هاي سيارته. حتى الناس قبل 200 سنة إذا شافوه يضحكون عليه. والله أنا زعلان عليكم كلش. خير وليش زعلان بالله؟ لأن الصيني ما عنده أكل بالبيت وتريد اشتري لك جلاس شاي؟ لا مو على هاي، بس ليش تتنمرون على ابني؟ وانت زعلان على هاي؟ ما تشوفه صاير أضحوك الأمة محمد؟ ترى ما يصير ابني عنده مشاعر وكلش ينقهر من كلامكم. بعد ما شاف شي، احنا اكثر ناس نحبه وهيك حششنا عليه. لا عاد لو يشوفوا باقي الناس شي يصير بيه. ما يخالف، هو وعدني ووفى بوعده، وهسه وعدني يطورها ويحط لها نظام تبريد، واريد منكم انتم توقفون وياه وتشجعوه بكل الطرق. الصين يحبون محتوى الاختراعات، راح اصوره ونشره بحسابي على التيك توك. وانت ايش قد عندك متابعين بحسابك؟ 17 واحد بس، وبين حساب الثاني. ولا يما قاطع الا ندعمه ونشجعه لحد ما يوصل هدفه. يابا شوف هاش بيك. الفيديو اللي صورني الصيني ونشره بحسابه جايب 20 مليون مشاهدة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بس تدري شنو قهرني وما كمل فرحتي؟ ابني انت صرت مشهور، 20 مليون مشاهدة معجزة. يابا 300 ألف تعليق نصهم صينيين يشجعون بيه وفرحانين حيل ويقولون جيبوا للصين نطور ويخدم بلدنا، والعراقيين بس يحششون علي ويضحكون، وواحد يقول من جيب هيونداي من باب الشرجي. ما يخالف وليدي لا ضج، ماكو انسان ناجح الا هواي ينتقدوه. انا كل هم اخدم العراق والعراقيين يحششون علي، والصينيين محترمين فرحانين بيه. انا شو اسوي بهاي الطلابة اللي ما تخلص؟ الصينيين بشنو يفيدوني حتى لو دعموني؟ انا اريد اخدم العراقيين، والعراقيين مسويني ميمز. هسه منشورات الفيسبوك كلها علي وكلها مسوية الله اضحكني. لازم اخلص من هاي المعاناة، والشهرة مو زينة على نفسيتي الهشة. خل اكسر السيارة واخلص من معاناتي. يا زين هسه مشاهدات الفيديو مال ابني 20 مليون، يعني شقد؟ ما اعرف، بس يمكن مثل نص العراق هيك، لان العراق 45 مليون واحد، يعني نص العراقيين شافوا ابني. لا مو كل المشاهدات عراقيين، هواي صينيين ومن كل العالم.
أشو ما صار مشهور مثل جاستن بيبر؟ يابا هذا الصيني يصيحك، هو واثنين يشبهونه. خير شرد هذا الصيني. يا هلا بأهل الصين ونعم من العمام. تشرفت بيك كاتع. أنا اسمي قاطع. هم ما يعرفون يلفظون صحيح. هنا شفنا ابن مالك اخترع سيارة. إيه هذا ابني تصدق جاب 20 مليون مشاهدة. يعرفون هم شافوا الفيديو ويجوا. خلوني احكي. شوف قاطع هنا بالصين تطور بلدنا، سبب هذا التطور هو احنا ندعم المبدئين، وبس شفنا ابنك اشتهر وصار معروف اخترع سيارة بسيطة، انتظرنا حكومة مالتكم تدعمه بس لا حياة لمن تنادي، ولهذا احنا اجينا نريد ابنك ينضم للشركة مالتنا وننتيه هواي فلوس. والله احنا الممنونين، بس رئيس الشركة مالنا قال تأكدوا من اختراع الولد، واذا طلع اللي بالفيديو صحيح ومو فوتوشوب جيبوه ويصير طاق وفلوس هواي. ابني خاشي واخيرا راح يصير عندك فلوس وثروة، بس روح جيب سيارتك يشوفوها. بس يابا انا من تعليقات العراقيين انقهرت وكسرتها. اخ يا يابا بس خلي يروحون الا اشقك نص سن. الواحد بالعراق لا يقدر يعيش طبيعي مثل باقي الشعوب، ولا يقدر يصير مبدع او براسه خير، هم ينقلبون عليه، واذا حد راد يبدع يحطمونه قبل ما يبدي. المهم ادعموا قناتي حتى ابدع اكثر واكثر، واللي مو مشترك خليه يشترك وكثروا لايكات. احبكم يا قبيلتي.